السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما وعدتكم ان احنا ان شاء الله هننزل بفلوجات على طول، وزي ما اتفقنا وزي ما وعدتكم ان شاء الله اي حاجة تشاركوني فيها وهنكون مع بعض فيها، ودايما هنقول رأينا بكل صراحة، اذا كان في اكلات في كافيهات او في مطاعم. والنهارده التجربة بتاعتنا هتكون فرايد تشيكن، برضو مطعم من المطاعم اللي اثبتت وجودها جدا الفترة الاخيرة. فانا حبيت ان انا اخد التجربة وانتوا طبعا كونوا معايا واقول رايي بكل صراحه. ويلا بينا نبدا مع مطعم تشيكن بلاند. ده كده الباكينج بتاعهم، حبيت ان انا اوريكم برضو. هنبدا بقى نشوف ايه اللي جوه الاكياس، يلا بينا. ودلوقتي هنبدا بقى مع بعض نشوف انا طلبت ايه. ودلوقتي لازم اقول لكم على ميزه حلوه قوي في المطعم ده، ان هو بيعمل اوفرز في ايام معينه، بس هو بيعمل يومين في الاسبوع اوفرز، وانا قلت اما اشوف بقى حوار الاوفرز ده ونجرب بقى. فالاوفرز النهارده معايا 6 قطع، ومعاه ال6 قطع هديه، يعني انت تاخدي 6 قطع تاخدي 6 قدامهم، تجيبي 12 قطعه تاخدي 12 قدامهم، وكمان بدون اجنحه. فطبعا انا شايفه ان دي ميزه كويسه قوي، عشان كمان الجناح بيبقى مش لطيف اصلا في القطع الفرايد تشيكن. فهو كمان قايل لك يعني قايل لنا على الموضوع ده، وان هو مدينا اوفرز تطلبي الاوردر عدد معين تاخدي قدامه عدد تاني. والاوردر ده بيتقدم معاه كمان كول سلو كبير، ورز كبير، ولتر بيبسي، وطبعا معاه كاتشب. وطبعا هو دي حاجه بصراحه مش لطيفه، حاسه ان انا يعني ايه ده، مش عارفه، شكل مش لطيف. بس احسن في مطاعم يعني اكتر، وما فيش كان في اصلا اي حاجه من دي خالص يعني. ومناديل طبعا، بس ما فيش وايبس، ما فيش جلافزات. دي حاجه برضو مش لطيفه. بس انا ده اللي موجود معانا النهارده مع الاوردر. وفي طبعا مفاجاه عاملها المطعم ده، وهنجربها مع بعض ونشوفها مع بعض. بس يلا بينا الاول نشوف الفرايد تشيكن. يلا بقى بينا نشوف مع بعض الشكل. اول حاجه حاطين العيش الكايزر، وفي واحد كمان اهو. كده نطلع كده معانا 4 كايزر. نشوف بقى الفرايد تشيكن. انا طلبت قطعتين اوريجينال، هما فاصلين الاوريجينال عن السبايسي، بحاطين ورقه والسبايسي من تحت. وده كده الشكل. يلا بينا ندوق ونشوف ونحكم على الطعم. يلا بينا بقى نبدا. اول حاجه ندوق الرز. طعمه حلو، بس في نكهه سبايسي شويه، يعني في حاجه كده سبايسي، هم حاطين حاجه سبايسي. ومش بطال يعني، بس هو في غلطه يعني في غلطه. الرز حاسه ان في رزه ورزه، يعني مش مستوي مظبوط يعني. لكن الطعم تمام، لكن هو مش مستوي مظبوط، كان عايز يستوي شويه كمان. تمام، يلا بقى نشوف الكولسلو. الكولسلو مش احسن حاجه. حاسه ان هو ناقصه حاجه، يعني ناقصه مايونيز. حاسه ان الصوص بتاعه كمان خفيف قوي. فمن وجهة نظري 6 من 10. والرز طعمه حلو جدا بصراحة، لكن طبعا عشان السوا ده وان هو مش السوا بتاعه كامل، فياخد 7 من 10. تعالوا بقى نشوف العيش. العيش فريش، لطيف يعني. يلا بقى بينا ندخل على الفرايد تشيكن. دي قطعة الكيلة، دي قطعة الكيلة زي ما هم قالوا ان هم من الجناح مش فيها البريدنج تمام، مع ان الكمية متضافة على بعضها، بس تمام. تعالوا بقى نشوف اخبار السوا ايه من جوه. بيضة، دي اول حاجة بعرف يعني بيها الفرايد تشيكن اذا كان المطعم ممتاز او لا. مفيش اي لون غامق من جوه، ودي حاجة كويسة جدا. يلا بقى ندوق الطعم. ده كده التتبيلة، بصوا متبلة من جوه اهي، واللحم ابيض. حلو، حلو قوي، متبلة كويس قوي من جوه.
السبايسي واصل. انا خدت يعني، انا مسكت قطعه من جوه خالص، قلت اشوف التتبيله على يعني عامله ازاي، بس التتبيله سبايسي. هندوق بقى الاوريجينال برضو عشان نشوف الموضوع ايه. حلوه قوي برضو، بس طبعا الاقوى والشمخه الجباره الاكتر هي السبايسي. بس جميل بصراحه، لا طعمه حلو. وده الحجم بتاعها، الحجم بتاعها مش بطال يعني، لطيف، مش صغيره قوي ومش كبيره قوي. والبريدنج زي ما اتفقنا تمام يعني. البريدنج طبعا مش كريسبي 100%، لكن احسن من اماكن كتير انا يعني رحتها ودقت من الاكل بتاعهم. فان شاء الله كده باذن الله ياخد تقييم 8 من 10. كمان عشان تبقوا عارفين السعر، سعر الوجبه دي 325 جنيه، زي ما اتفقنا ان هي 6 ومعاهم 6 المفروض انها هديه. يلا بينا بقى على القنبله التانية اللي المطعم ده بالذات عملها، فانا عايزه ادوقها معاكم اول بجد مره اجربها. يلا بينا. وتاني اوردر، والمفروض ان هو مفاجاه بالنسبه لي واول مره اجربه، بيتزا فرايد تشيكن. بيتزا فرايد تشيكن دي بقى هنجربها مع بعض ونشوف ايه اخبارها. ده الباكينج بتاعها بالشكل ده، هي نفس ستايل بيتزا بالظبط. تعالوا بقى نشوف الشكل ايه اللي جوه ده بالظبط. ده كده بقى الباكينج بتاعها، اوريها لكم بطريقه واضحه اكتر. اوه، شكلها مغري، شكلها جامد يا جماعه. ايه ده؟ وكمان جاي معاها 2 صوص. هنعرف بقى ايه الصوص ده. نفتح اول واحد. اول صوص معايا هو صوص من ريحته كده تقريبا باربيكيو. باربيكيو صوص. نشوف الصوص التاني. تقريبا كده صوص رانش. صوص رانش. نشوف. الحمد لله مدينا شوكة كمان اهو وسكينة. نشوف بقى ايه الاخبار. هي طبعا الجبنة طبعا لو انا في المطعم هتبقى طبعا احسن من كده وهتشد، فهي محتاجة ان انا اسخنها شوية. بس ايه، انا قلت اوريكم المنظر هيبقى جايلكم ازاي بالظبط. مكونة بقى من ايه البيتزاية دي؟ فرايد تشيكن وهالبينو وسلامي وجبنة وصوص. يلا بينا بقى ندوق. طعمها هي الجبنة فيها كتير سبايسي قوي، مع اني ما لمستش الهالبينو، بس واضح ان هم حاطين من جوه صوص سبايسي. بس طعمها حلو، طعمها حلو قوي، بس ما ينفعش تتاكل من غير الكايزر جنبها، او لازم يكون معاها حاجه بتنزل كده على الصدور على طول بتعمل العميه. بس هي طعمها حلو قوي، بس عايز طبعا الجبنه تكون بتشد، بس طعمها رهيب، طعمها حلو جدا. تعالوا بقى ندوق قطعه من البيتزا دي بالباربيكيو. حلو قوي، حلو. اختراع جامد على فكره، اختراع جديد اول مره اجربه، بس عجبني جدا. تعالوا بقى ندوق ايه بصوص الرانش. بصوص الباربيكيو اكتر، بس دي طبعا اذواق، ممكن تكون انتوا تحبوها بالصوص ده، بس هي كتجربه حلوه قوي. طعم الجبنه باين، طعم الفرايد تشيكن باين، بس طبعا مش كريسبي خالص لان الجبنه طبعا خليته خلاص بقى هادي خالص. السلامي مش ما بانش قوي في القطعين اللي خدتهم، ما كانش فيها سلامي، يعني السلامي مش كتير، انا لسه ما وصلتلوش. استنى كده ندوق حته فيها سلامي برضو عشان حلو. جميله، طعمها حلو قوي، ممتازه، كانت تجربه بسطاني. بس هي اللي ناقص فيها ان هي لازم تكون سخنه عشان الجبنه كده ايه تشد بقى وتعمل حركات.
كانت تجربه لطيفه قوي، ودي اول مره اجربها من مطعم. تاخد بالنسبه لي 9/10، 9.5 كمان بصراحه، 9.5 عشان مبقاش ظالمه، ونخلي النص درجه دي برضو عشان لو حد عملها غيرهم انا لسه ما دقتهاش فما اعرفش، لكن هي طعمها حلو جدا. ودي طبعا سعرها عشان تبقوا عارفين الحجم ده، هي وان سايز ب 150 جنيه شامله الضريبه. يا رب اكون قدرت ان انا اوصل لكم التجربه دي، بس هي فعلا يعني محتاجه ان انتوا تجربوها، حلوه قوي. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، ويا رب اكون قدرت اوصل لكم وجهه نظري بكل ثقه. يعني انتوا كمان لو جربتوا الكلام ده وتكتبوا لي في الكومنتات ايه الاخبار وجربتوها وايه رايكم فيها. وشكرا جدا للي كمل الفيديو معايا للاخر، وبجد يا رب اكون عند حسن ظنكم. والاول مره تشوفوني ما تنسونيش سبسكرايب وشير، ويا ريت كومنت كمان عشان اعرف رايكم في الفيديوهات. وباي باي.